بسم الله الرحمن الرحيم. مجتمع اختناق، منفردين من الإبداع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيت أشرح لكم إخواني عن تغيير تغيير ألوان المجموعات. يعني مثلا تبون تعطون أحد إداري أو مشرف أو كذا بطريقة سهلة، بس أنتوا تسوون الطريقة الثانية، بس هذه الطريقة تكون أسهل إذا ما يعرف. معكم أخوي عبد الرحمن. عبد الله يحتاج دعاءكم، يحتاج الدعاء والله. ادعوا له وإن شاء الله إن شاء الله بيقوم بالسلامة. والحمد لله أبي أطمنكم على عبد الله الحمد لله بخير، بس من التعب وكذا لازم له راحة شوية وكذا، بس إن شاء الله بإذن الله يرجع لكم خلال الأسبوع الجاي، أو يعني أسبوعين كذا إن شاء الله يرجع لكم. حبيت أشرح لكم، أبيكم تتابعون معاي وإن شاء الله ما أطول عليكم، وبهمتكم يا أخواني، وإن شاء الله أي شيء تبونه بيصير في المجتمع، وبيكم تتابعون معاي، وإن شاء الله يكون الشرح خفيف عليكم. الحين أنا بجرب في النك نيم حقي. أوكي، أنا اعتبروني أنا مثل العضو. أوكي، الحين أنا عضو الحين. أوكي، تروحون تضغطون على النك اللي تبون تربونه. أوكي، ثم هنا تعديل ملف الشخصي، أنا ظللت عليه الحين. اضغطوا عليه، يجيكم هذه سجلوا دخولكم. انتو يا اخواني تروحون هنا، عرفتوا كيف؟ انتو تضغطون هنا تحطون صح. لا، هذا الخيار لا تفكرون فيه. هنا يكون طريقة اسهل ومختصرة جدا لكم واسرع. عرفتوا كيف؟ يعني اذا في واحد تبون تحضرونه يكون اسرع شيء من هنا، ملكية الاختناق. اوكي، تروحون يعني مثلا انا مو حاضر نفسي بس ما اوريكم. يعني بعد اضغطوا بعدين حفظ. انا الحين بحط ملكية الاختناق. اوكي، بعدين حفظ. اوكي، بعدين كذا يتم تغيير اللون. اوكي، يتم تغيير اللون الشخص وكذا يتم التغيير. اوكي يا اخواني، عبد الله يسلم عليكم، يوصيني فيكم، يقول والله واثق فيكم الإدارة بجميع المنتدى، وعبد الله يوصيكم في المجتمع، وأنا معكم إن شاء الله نكون قدها نطور المجتمع. أخواني يلا أخواني، ماني بطول عليكم، ويا رب انكم تدعون لعبد الله في كل صلاة ولا تنسونه. يلا أخواني، مع السلامة، في أمان الله، في أمان الكريم، مع السلامة. في أمان الله.